النهارده انا في الكازار، مطور الكازار يا جماعه. انا عايزك تركز معايا قوي لان في فرصه انك انت بمنتهى البساطه تقدر انك انت تمتلك فيلا زي اللي احنا شايفينها دي باسعار بتبدا من اول 13 مليون جنيه، وقسط بتوصل لحد 10 سنين. انا والله ما اخترتش المكان، يعني انا في اي حته او اي كومباوند او اي منطقه في الكومباوند ده هي نفس اللاندسكيب ونفس التنظيم ده. كومباوند احنا في كريك تاون دلوقتي، انا بقى جاي اكلمك النهارده عن مشروع للكازار في العاصمه. واخيرا لقينا ان مطور كبير زي الكازار عنده قوه ماليه كبيره وعنده قوه كونستراكشن قويه جدا، باني في 9 مشاريع بشكل هستيري. ياخد قطعه ارض في اول العاصمه الاداريه، انت بتعدي الدائري الاوسطي بتلف وتدخل بوابه العاصمه الاداريه بتلاقي الكومباوند على ايدك اليمين. يعني نقدر ان احنا نقارنه عادي بالتجمع السادس والمستقبل سيتي، هو مفيش دقيقه من الدائري الاوسطي. علشان كده في هنا فرصه، ويمكن انا اول مره اضغط بالشكل ده على الكازار. في فرصه حقيقيه انك انت تاون هاوس من اول 13 مليون جنيه، 3 غرف من اول 5 مليون جنيه، واقساط لحد 10 سنين، او ال5 مليون دول ممكن نقسطهم على ال10 سنين كبدايه سعر. ففي هنا فرصه قويه. الناس اللي بقى بتسالني بتقول لي العاصمه واشتري في اكس ولا في واي ولا زد، مش عايز اقول اسماء، يعني الاكس او واي او زد دول موجودين في الار 8 هناك. لما حضرتك تقرر انك انت تعيش بعد 10 سنين 15 سنه. وتجربه العاصمه الاداريه في الار 7 اثبتت ده، مطروحه في 2015 والنهارده 26 ولسه ما سكنتش. علشان كده انا بقول لحضرتك انك فرصه مع الكازار، مع قطعه الارض دي، سور في سور مع بالم هيلز، سور في سور مع لافيستا سيتي، دقيقه من لافيستا سيتي علشان اكون صادق بالمعنى يعني. مفيش يا جماعه فرصه في الشهر ده في سوق العقارات في مصر افضل من كده. يعني النهارده المفروض انت عارف ان انا بشتغل على الساحل اصلا. النهارده لما اجي واكلف نفسي وانزل موقع كريك تاون بتاع الكازار علشان اقول لك على فرصه زي دي، فهي بالفعل فرصه قويه جدا. غرفه وغرفتين وثلاثه، تاون وتوين وستاندرد، يعني في كل التايبس اللي انت محتاجها. فلو محتاج تعرف تفاصيل اكتر وتستفيد بالفرصه اللي هي افضل سعر دلوقتي موجود في سوق العقارات في مصر، تواصل معايا ارجوك.